السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة حلوة جدا، وصفة كده طالعة ترند بقى لها كام يوم. وصفة إلهام هنعملها بقى بالطريقة الأصلية بتاعتها، مش هنغير فيها أي حاجة. هنعملها بنفس التكات اللي هي عاملاها بالظبط. وهقولك النهاردة رأيي فيها بكل صراحة، إذا كانت فعلا تستحق التجربة ولا لأ. أهم حاجة لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني وتعملي لايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده حلة مسخناها كويس على النار، هحط بقى فيها شوية كده من الزيت حلوين. وهنزل بيها ببصلتين كبار كده متقطعين بقى مكعبات بالشكل ده. وهنفضل بقى نقلبهم كده لغاية ما نديهم لون احمر، كأننا بنعمل رز اللي هو الصيادية بتاعنا. يعني عايزين نفس الدرجة بتاعت الرز الاحمر بتاعنا. وحطيت كده مكعب كده من السمنة صغير، يعني ما كترتش السمنة. وهحط معاه كده قرنين فلفل حامين بالشكل ده، وهسيبهم بقى. هسيب البصل لغاية ما يحمر بالشكل ده. هنزل بعد كده بالبهارات، معايا بقى الرومي ومعايا البهارات اللي هي الجافة، وراولي وحبهان وعود من القرفة. هديهم بقى كده تشويحة بردك مع البصل، وبعد كده هنزل بالفراخ. معايا بقى دي فرخة كده غسلها كويس معايا، وبنشيل الجلد. هي الوصفة دي الطريقة بتاعتها ان احنا بنشيل الجلد بتاعنا، يعني مش بتحطيها بالجلد خالص، تغسليها كويس جدا وبتشيلي بقى الجلد بتاعها. حطيتها بقى كده بالشكل ده. اول ما هتاخد لون معايا من تحت هقلبها. في الوقت ده كده هقلبها معايا على الناحية التانية. تفضلي بقى تقلبيها كده لغاية ما بتاخد اللون اللي انتي ايه عايزاه، لان هو ده اللون اللي انا هطلعه في الاخر. يعني انا ولا هدي يعني الوصفة كلها انا هعملها في حلة واحدة. والطريقة دي بتكون حلوة جدا، ان احنا بقى مش بنستخدم مواعين كتير فيها ولا اي حاجة. والفراخ في الاخر هتشوفوها اخدة معايا لون حلو جدا، يعني مش هتستحق ان انا احمرها ولا اي حاجة. وبعد بقى ما الفراخ بتاخد معايا اللون ده، بنزل بقى بباقي البهارات. معايا نص معلقة كده من الفلفل الاسود، مكعبين من الماجي، معلقة كبيرة مليانة من بهارات الكبسة، ونص معلقة كده من الكاري و... والملح طبعا بنظبطه معانا. بعد ما بنحط الرز بحط بقى الملح، يعني مش هحطه دلوقتي لما احط المية وكده. بديها بقى تقلبتين بس اشم الريحة بتاعة البهارات معايا، وبعد كده بحط بقى عليه مية مغلية. واهم حاجة المية بتاعتك تكون مغلية عشان الفراخ ما تاخدش معاكي وقت والرز يغلي بسرعة. هحط بقى دلوقتي الملح كده موطيه عليها قبل ما احط معايا الملح. بديها كده تقلبتين، وهنسوي بقى الفراخ بتاعتنا سوا كامل، يعني قبل تبقى فيها تكة كده بسيطة نحط بعد كده الرز. هنا في الوقت ده عبال الفراخ معايا ما تتسلق وكده. هحط بقى دلوقتي هعمل الدقوس معاكم. سلطة الدقوس بتبقى حلوة جدا جدا مع الأكلة دي، هي أصلا بتعملها جنبها. هنحط بقى 3 طماطمات كده، حزمة من البقدونس، وقرنين من الفلفل، و3 فصوص من الثوم. وهحط ملح وفلفل اسود معاها، ومعلقة صغيرة كده من صلصة الطماطم. وهنضربهم بقى في الخلاط مع كوباية مية. هضربهم بقى في الخلاط معايا كده، هحط عليهم كوباية مية. نضربهم بقى كده لغاية ما الحاجات اللي معانا تنعم خالص. بعد كده انا النهاردة هعمل الدقوس كده على السخن، يعني على طول بعمله على البارد، بس النهاردة هعمله كده معايا على السخن. يعني هغليه غلوة واحدة بس كده ولا غلوتين وهطفي عليه، وبيبقى حلو جدا جدا بالطريقة دي. هنشوف بقى الكبسة بتاعتنا بعد الفراخ ما خلاص داخلة على السوا معايا. هنزل بقى بكيلو الا ربع كده من الرز البسمتي. وهنا كنت غسلاه كده معايا ونقعته بس 5 دقايق في المية، ما بنقعهوش اكتر من كده. وصفيت له المية، وبعد كده هبتدي ان انا انزله معايا بالشكل ده في الرز. هيغلي بقى معايا كده لغاية ما يتشرب، بس هو مش هيتشرب خالص من المية، يعني هيكون كده فيه شوية مية معانا لما نيجي نوطي عليه. هنا خلاص كان داخل معايا في ان انا اشرب عليه، كان قرب يعني يدخل معايا في السوا. هديله بقى تقلبتين. هنا كده خلاص هبتدي ان انا اوطي عليه، يعني بيبقى لسه فيه شوية مية كده معاكي. هو الرز بتاع الكبسة دي بيكون جوسي شوية، يعني ما بيكونش ناشف خالص كده من السوائل اللي فيه. وبجد كانت اكلة جميلة جدا جدا، تستحق التجربة فعلا. الفراخ طالعة دايبة معايا، بس انا مكنتش عارفة اقطعها لان الاكل كان مولع لسه. والله كانت دايبة جدا معانا. وسلطة الخيار كانت تحفة تحفة معاها بجد.
يعني اول مرة اعمل سلطة خيار كده جنب الكبسة، بس فعلا كانت حلوة جدا. يعني وصفة حقيقي حقيقي تستحق التجربة فعلا. وبكده يكون الوصفة بتاعتي خلصت. لو الفيديو عجبك اتمنى متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد، والسلام عليكم.